بسم الله وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير. لأنس الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جبت معكم هنا زوج تاع الوصفات، وصفة الليمون، عصير الليمون عفوا، ووصفة كيكة الأناناس يعني تحلية الأناناس. هنا شعلنا في الكريمة، أنا ضفت كاس بودرة الشونتيي، ضفت معاها زوج علب تاع ياوت بذوق الاناناس، ولا ما لقيتيش الاناناس تقدري ديري الفاني. وهذاك الكاس اللي نطلع به الكريم الشونتي هو الجي تاع الاناناس. بعد ما نكملها هنا نروح بالنسبه للكيكه تاعي. انا هنايا كاع في المول درت الكاطو، لكن تشوفوا فيه هنايا الصوره واضحه معكم، درته هنايا كاع في الاطراف تاع المول. انا المول تاعي درت له بابي كويسون من تحت، لكن انا ندمت اللي درت له، من الاحسن ما ديريلاش. وراح ندير هنايا في السطح تاعها عفوا، في القاعده تاعها راح ندير بوردوا هنا راني مشرباتها بالقهوه. هي الوصفه الاولى كنت غادي نديرها بالبوردوا، لكن بوردوا ما كاش عندي بزاف، درته وشربته ودرته كاع في الاطراف، لكن عاود اقلحت البوردوا خاش ما قدنيش، ودرت في بلاصته هذا الكاطو. بعد ما درت هذاك البوردوا راح ندير الكريمه اللي كنت وريتكم يعني الطريقه تاعها. نديرو هنايا نص الكميه تاع الكريمه درتها في لابوش، والباقي راح نديرها في هذه الكيكه. هنايا بعد ما درت الكريمه راح ندير هنايا الاناناس. انا هذا الاناناس تاعي تاع يعني العلب درت، يعني ما جاتنيش العلبه كاع في هذه الوصفه كاع، من العلبه تاع الاناناس بقات لي 3 حبات. وانتي لكن ما عندك اي فاكهه واحده اخرى تقدري ديري، يعني البانان ولا ديري فريز، الحاجه اللي تكون عندك. هنايا ندخلو مليح بالمغرف هذيك الحبه تاع الاناناس باش تدخل لنا في الكريمه، وراح نكمل هنايا بالبغدواغ. وانتي لكن عندك بغدواغ تقدري ديري هذه الوصفه تاعك بالبغدواغ، ما ديريهاش بالكاطو كيما درتها انا. نتمنى برك تكون الطريقه واضحه معاكم. انا كيما قلت لكم ما قدنيش، درت نصه كاطو ونصه بغدواغ، وراح نكمل هنا ندير الكريمه هكا بهذه الطريقه. ما كتروش الكريمه بزاف باش هاد التحليه، يعني هاد الكيكه تاعنا ما تجيناش مقهومه، ما تجيناش نصها غير كريمه. هكا نمشو مليح، ومن بعد كينا نروح نجيب هذيك الكريمه اللي كنت درتها في لابوش وندير لها التزيين من الفوق هكا بهذا الطريقه. يعني الكريمه تاعي جاتني نيشان، وهي على حسب المول اللي يكون عندك. انا المول تاعي شويه كبير، تي لو كانت تصغري في المول تقدري ديري حتى 3 طبقات هكا بهذا الشكل. هنا بعد ما نكملها في الوسط راح نعمرها هنايا بالاناناس. وانتي كيما قلت لك الحاجه اللي تكون عندك زيني بيها. هذه التحليه تجي على السريع، انا درتها قدام العدان يعني ب10 دقائق، لكن العصير تاع الليمون درته حتى مور الفطور، حتى من فطرت وبغيت نحط هذه التحليه درت العصير. هذا العصير راح نديره معكم سريع، يعني ما يشدش معكم كاع الوقت. هنايا ندير معها يعني الحاجه اللي تكون عندي نزين بيها. عندي هادو لي بيبي تاع الشوكولا راح نزين بيهم، وانتي تقدري تخليها هكا تنجمي ديريها، يعني ماشي متقيده باش ديري هذا التزيين اللي راح نديره انا. عندي هاد الحبه تاع الشوكولا هكا فوالا، كملوها كاع وندخلوها في الثلاجه ونخلوها تزيد تتماسك وتبرد معانا. وهنايا راح نروحوا للوصفه تاع العصير الليمون اللي قلت لكم على السريع. هنا شعلنا عندي هنايا كاس ناقص ربع تاع كاس تاع ليمون. انا عصرت 2 حبات ليم، عطاوني كاس ناقص ربع، يعني 2 حبات ماهمش كبار بزاف، متوسطين الحجم. هنا راح نضيف معاهم 2 ياو تاع الليم. تي لكن ما عندكش تاع الليم تقدري ديري تاع الفاني عفوا، 2 ياو تاع الليم. وراح نضيف هنايا 5 مغارف تاع سكر. وانتي ذوقي الحلاوه، انا الحلاوه جاتني هذيك هي، بس كل مغارف تاوعي راني عمرتهم بومبي، ولا بغيتي حتى ل6 مغارف. شوفوا يعني كل شيء راه واضح معكم. وراح نزيد شويه تاع ما، وهنايا راح ندير لاغوم تاع الليم. هنا راح نضيف غير شويه تاع ما، هاد الكميه تاعي جاتني فيها يوطرو تاع ما. ديجا هاد الغراف تاعي يعني يرفد لي يرفد لي عفوا يوطرو تاع ما، يرفد ليش فايت يوطرو. خلطه مليح هكا بالمغرف، خلطه مليح حتى يذوب معنا هذاك السكر شويه.
ومن بعد كي نزيد نكمل الماء حتى يتعمر معايا هذا البول تاعي اللي درت فيه العصير. هذا العصير يجي يعني ما شاء الله. ونزيدو نخلطو مليح، ما يجينا خفيف ما يجينا ثقيل. مام هذاك الياغورت عطاه قو رائع. واللي ما تبغيهاش قارصه بزاف تنجم تزيد السكر. شوفوا القوام تاعه يعني جا ما شاء الله مع هذيك التحليه رائعه. وهنايا بعد ما كملنا هذا هو الشكل تاعه النهائي، وهذه هي الشكل تاع التحليه تاعنا اللي درناها. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتشتركوها عفوا مع العائله. وهذا العصير يعني يجي رائع. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، كان فيديو شويه طويل. نقولكم ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر في وصفات اخرى. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. دوك نقسم معكم تشوفوا يعني القوام تاع التحليه تاعنا كيفاش جات. التحليه تاعي يا ربي درتها في قدام الفطور، ما خليتهاش بزاف، ماكسيمو خليتها يا ربي واحد ساعه ونص هكا وتماسكت معايا. شوفوا هنا راح نقسمها معكم وتشوفوها هكا. كما قلت لكم ما ديروش هذاك يعني البابي كويسون من تحت، خلوا التحليه تاعكم على السطح تاع المول. شوفوا القوام تاعها جانا ما شاء الله وجات تحليه رائعه. شوف نتمنى برك ان شاء الله تعجبكم. دوك نقسم معكم وتشوفوا القوام تاعها. واللي ما عندهاش الاناناس تقدر دير يعني فاكهه واحده اخرى، ولا تقدري ما ديريش تخليها هكا بالكريمه وصاي، ماشي شرط حتى ديري الفاكهه يعني اللي تكون عندك. حتى العصير جا رائع. اتمنى ان شاء الله تجربوه. شوفوا هنا بعد ما قربتها معكم وراح نقسمها يعني القوام تاعها جا رائع. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الجام والاشتراك في القناه كي يصلكم كل جديد. واللي بغات يعني وصفات قصيره تروح للتيك توك، العنوان تاعه نفس القناه. وانا نقول لكم ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر في وصفات اخرى. ما تنسوش ان شاء الله البنات ترحموا على ميمتي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. وان شاء الله تجربوا هذه الوصفات وتشتركوهم ان شاء الله معنا. ان شاء الله ما يكونش طولت عليكم في هذا الفيديو، وانا نقول لكم ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر. وفي الاخير نقول لكم صحة فطوركم. دمتم في رعاية الله وحفظه ومع الف سلامة.